هاي، هلو، ازيكم؟ السلام عليكم. في الحلقات اللي فاتت مشينا رحلة من السعادة تخلي فيها طمأنينة، فيها أمن إن اللي جاي أحلى. لكن الرحلة دي ناقصة خطوة مهمة، خطوة من غيرها كل حاجة بتقع من جوه. الخطوة دي إن انتي لازم تفهمي إن انتي مش قليلة، ولا عمرك كنتي قليلة. إحساس إنك قليلة وضعيفة دي حاجة كده، مش إحساس، مجرد إحساس. هو مش ضعف ولا عادة ولا فكرة بتعدي، ده إحساس ليه جذور في كلمة اتقالتلك وانتي طفلة، مقارنة ما بينك وما بين حد تاني أكيد ما كانتش عادلة، علاقة كانت بتستنزفك، مجتمع كان دايما بيرفع سقف التوقعات وينسى ان انتي أصلا بشر. علم النفس بيقول الإنسان مش بيصدق الكلام اللي بيسمعه، الإنسان بيصدق الكلام اللي بيتكرر. ولو اتكرر عليك إن انتي قليلة طبيعي تصدقيه، لكن الطبيعي مش دايما الصحيح. خليني أحكي لك كده حكاية يعني مش مجرد معلومة كده، دي حاجة فلسفة كاملة بتغير نظرة أي حد لنفسه. في اليابان فن اسمه كيندو سوجي. الفلسفة دي من القرن ال15، وأصلها أن الأغراض اللي بتتكسر ما بتتسبش، لا، بتتجمع القطع ويسخنوا بودرة ذهب ويلزقوا الشروخ بخطوط ذهبية واضحة جدا. القطعة ما بترجعش زي ما كانت، لا لا لا، سبحان الله، بترجع أحلى وأقيم وأغلى، لأن كل كسر فيه بقى خط كده ذهب. تخيلوا كده معايا لما تكون حاجة سادة خالص ووقعت وبعدين جت اترممت تاني بقى فيها خطوط شكلها ذهبي، هيبقى المنظر عامل ازاي؟ مش بذمتكم هيبقى أحلى؟ كان في فيلسوف ياباني كده بيقول الجمال في الشيء الذي نجا، لا الذي لم ينكسر. وده بينطبق على الموضوع ده بالحرف. انتي مش قليلة، ماشي؟ عايزة أقولك ممكن مصطلح كده من خلال القصة اللي أنا حكيتها، انتي مرممة، والمرمم أغلى من الجديد. ربنا ما بيكسرش روح حد عشان يهده، ربنا بيكسر عشان يطبطب، وبيسمح بالكسر عشان ينظف ويعيد ترتيبه ويحط ذهب مكان الوجع. زي ما ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ونعم بالله. الخير ساعات بيتغلف في وجع، لكن الجوهرة جوه الوجع. القيمة مش في اللي عندك ولا شكلك ولا وظيفتك ولا انت بتشبهي مين. القيمة في انك قمتي بعد ما وقعتي، وانك كملتي رغم كل الخذلان، انك بتحبي من قلبك لسه رغم الجروح اللي كان ممكن تقفله. الفيلسوف الألماني نيتشه قال ما لا يقتلني يجعلني أقوى. وأنا عايزة يمكن أضيف حاجة بمناسبة القصة دي، اللي ما يكسرنيش يقويني. دي حاجة يعني مشهورة عندنا جدا. ويمكن ممكن أضيف حاجة كمان من عندي، وما لا يكسرني يجعلني ذهب. الناس فاكرة ان البنت المثقفة لازم تبقى قوية طول الوقت، لازم تبقى عقل بس، لازم تبقى ماسكة نفسها، بس الحقيقة يعني أكثر عمقا من كده. ليه بقى؟ لأن أعمق الناس أرقهم وأكثر وجعا وأكثرهم وجعا أكثرهم فهما. يعني الناس اللي اتوجعت جامد هي دي أكتر ناس فاهمة. حتى في عبارة كده ألمانية بتقول تيفا هيرتسن فيولن شتيركا، يعني القلوب العميقة بتحس بشكل أكتر أو أعمق أو أقوى. يعني وده يعني بيتفق جدا مع اللي احنا بنقوله. نعمل ايه بقى؟ خطوات عملية جدا عشان أحس باللي أنا بقوله.
ابتدي اهدي الحوار الداخلي شوية، كفاية جلد ذات، كفاية اعمل مصالحة مع اللي فات. يعني خلاص ما ندمش على حاجة فاتت خالص 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 خالص. دايما ابقى رافعة راسي حتى لو تعبت. المرمم دايما واقف. جميلة قوي الكلمة دي، مرمم، مرممة. في النهاية عايزاكي تفهمي حاجة واحدة بس تحطيها في قلبك كويس: انتي مش قليلة، انتي قصة، وقصتك فيها كسور وفيها دهب، فيها قوة، وفيها رحلة مش شبه حد. انتي مرممة، والمرمم يحترم. أنا ساندرا موسى، وبقولك من قلبي اللي جاي ليكي دهب. مع السلامة.